السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صلصه الطماطم. انا بفضل اجيب الطماطم المطوله دي او الطماطم اللي بيسموها الطماطم البلحه، بتبقى حلوه جدا في الصلصه وما بيبقاش فيها ميه كتير. بجيبها عندي اغسلها كويس ونشيل الجزء اللي موجود في الطماطم من فوق، وابتدي اقطع الطماطم 4 اجزاء. اقطع كل الكميه اللي عندي 4 اجزاء واحطها في حله عندي، ومش هحط عليها ميه خالص عشان هي احطها على النار هاديه، هتنزل الميه بتاعتها وبعدين اعلي النار. زي ما انتم شايفين كده، هي بعد ما قعدت شويه على النار شايفين نزلت ميه قد ايه. هسيبها ساعه كده بقى هتشرب كل الميه اللي نزلتها ديت. هوريكم شكلها دلوقتي. دي شكلها بعد ما شرب، يعني بعد ساعة بقى فيها يعني قلت حوالي 80% من المية اللي كانت فيها. اضربها في الخلاط واصفيها عشان اتخلص من كل البذر وكل القشر اللي موجود عندي في الطماطم، واصفيها كويس جدا. واجيب عندي بقى البرطمانات المتعقمة او الاكياس اللي انا هحفظ فيها في الفريزر عشان نبتدي نعبي فيها الصلصة بتاعتنا. في شوية ملاحظات مهمين جدا لازم تاخدي بالك منها عشان الصلصة تقعد معاكي فترة طويلة. لازم تكون البرطمان متعقم حلو جدا ونضيف جدا ومفيش مية خالص. ولما تيجي تاخدي منه من التلاجة لازم تاخدي بمعلقه نظيفه عشان البرطمان الصلصه ما يعملش ريم على الوش او يعمل حاجات بيضه كده على وش البرطمان. بعد ما نعبي البرطمان كده هنحط على وشه شويه من الزيت وتقفلي البرطمان كويس. ويفضل ان انتي تقلبي البرطمان وانتي حطاه في التلاجة بالشكل ده، بيقعد فتره اطول وبيمنع تكون عفن على وش البرطمان. هنعبي بقى الاكياس بتاعتنا اللي هنحطها في الفريزر. مهم جدا ان انتي تعبي الصلصه عندك على قد الاكلات اللي انتي عايزاها، يعني على قد الاكله تعبي الكيس عشان ما يبقاش كبير قوي ويبقى منه. تعمليها اكياس متوسطه كده وتحطيها عندك بقى في الفريزر. تخلي ما شويه في برطمانات في التلاجة للاستخدام اللي هو القريب، يعني للفتره القريبه، والباقي تحطيه في اكياس زي ما انت شايفه كده وتحطيه عندك في الفريزر. وده شكل الصلصه عندي النهائي بعد ما انا عبيتها. اتمنى الفيديو لو كان عجبكم تعملوا له لايك وتشيروه مع اصحابكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.